السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. يلا بينا هنا راح نشارك معكم اول وصفه اللي هي حلوه الجزيريه بالكاوكاو. يعني العيد راه على الابواب، ما باقيناش بزاف، راه باقي برك 5 ايام. بسم الله. هنايا شوفوا، هنايا الطراوه تاعها ما نحكي لكمش عليه بنتها، ما نحكي لكمش على الكود تاعها، بنت الليم بنت اللوز. هنا بون هنايا درناها بالكاوكاو، ما درناهاش باللوز، درنا برك العطر اللوز يعني. بصح شو لا واحد البنه ما نقولكمش عليها، راكمش رايحين تدموا كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا الطراوه تاعها بلا ما نحكي لكم، كلشي راه واضح في الفيديو. كلشي شوفوا الطراوه، شوفوا يا درا واحد البنه اللي نقول لكم جربوها والله ماكم رايحين تدموا. وسهله سهله سهله وما تديش معنا الوقت. هنا اول حاجه بسم الله، كنت هنايا حمصت الكاوكاو تاعنا، يعني حوالي 5 دقائق برك، يعني قد ما يطلق برك الزيت تاعه ونخرجوه، يعني ما نخلوهش يحمر، نحتاجوه ابيض. هنايا بوه نعبر لكم بالكيله، انا درت هنا رطل، طاحت لي كيما هاد الغرفيه، طاحت لي 3 كيلات نتاع الغرفيه، يعني معمره بزاف مليحه مليح. هذه هي. والكاوكاو من الاحسن يعني نطحنوه يكون هو سخون، ونتشكلو يعني نتحصلوا عليه كيما هكا اللي يكون عندنا، يكون كيما الطعام. هذه هي. وهنايا الحشو تاعنا رايحين نحتاجو، هنايا عندنا عطر اللوز، عندنا لافاني، عندنا قشور ليمون، نعصرو تاني كذلك الليم، عندنا كيله نتاع سكر عادي، نديرو كيله بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، وراح ندير عليها انا قشور ليمون كيما هكا، وراح ندير عليها حبه تاع البيض، يعني راح نزيدوا البيض، راح نحتاجوا البيض في هذه الوصفه. يعني انا درت هنا 3 حبات بيض، يعني باه تلملي هذيك الكاوكاو. انا درت اول حاجه، انا درت غير حبه، وراح نخلط مليح مليح حتى يذوب لي هذاك السكر، حتى نشوفوه داب. فوالا. هنايا درت هنايا مغرف كبيره نتاع الحسل، كي باش تعطينا هذيك الطراوه تاع الكاوكاو تاعنا، ما يجيناش قاصح، يعني يجينا هذاك التحسيل تاعه هذاك يجينا بنين، يعني راح يعطينا الطراوه. درت هنايا مغرف كبيره نتاع الحسل، يعني راني نهضر ونعاود كي باش تفهموا الوصفه. هذه هي. هنا نخلط غايه حتى يذوب لي هذاك السكر، يعني برك ان شاء الله تكون الوصفه واضحه. هذه هي. نخلطو مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر تاعنا، يذوب غايه، نقعدو نخلطو حتى يذوب. هنا شوفوا بعد ما داب لي، هنا راح ندير 2 مغارف كبار نتاع الليم، يعني راح تعطينا بنه شابه. خلطوا مليح. عطر اللوز اختياري، يعني تبغوا ديروا عطر اللوز تبغوا تيفيتوه، يعني لكم الاختيار. هذه هي. وهنايا راح ندير مغرف صغيره نتاع السمن مع مغرف صغيره تاع زبده، هي من الاحسن ديروا زبده، مغرف كبيره نتاع زبده ذوبوها وخلاص، وقيسوها مع الكاوكاو. هنا عندنا رشه نتاع ملح، عندنا لافاني، وعندنا قرصه نتاع خميره الكيميائيه، يعني قرصه برك، ما نقووش بزاف الخميره الكيميائيه، ونخلطوا مليح مليح. وهنايا راح نقيسوا هذاك الحشو تاعنا اللي كنا درناه تاع السكر، يعني كان السكر داب لي هنايا مليح، خليته يرتاح، راح نقيسه ونبدا نلم في العجينه تاعي تاع الكاوكاو. انا راح ندير عطر اللوز، يعني عطر اللوز قلت لكم اختياري، يعني تحبوا ديروه تحبوا ما ديروهش. ونبداو نخلطوا ونلموا العجينه تاعنا كما هنا راكم تشوفوا، يعني خصها البيض، يعني مازال خصها. انا هنا راح ندير البيض، والبيض نبداو ندير غير بشويه. هنا راح نزيد الحبه، يعني الحشو تاعنا مش راح يجينا شاد روحه ولا طالق طالق، يعني راح نديروه شويه شويه ونخلوه يرتاح، يعني راح نبيتها مانيش راح نستعملها دروك. انا هنايا كنت نسيت الزبده، ذوبتها ودرتها قصتها دروك في هذا الحشو، راح نخلط حتى تدخل لي كامل في الكاوكاو تاعي. خلطها مليح مليح حتى تدخل غايه، يعني كيما قلت لكم الحشو تاعنا يكون شويه طالق روحه، ما يكونش شاد روحه، ونخلوه يرتاح. شوفوا كيفاش تحصلنا عليه، يعني راه طالق روحه، يعني يكون يتلاصق في يدينا، ما يكونش شاد روحه. كما قلت لكم هنا يكون طالق روحه، هنا راح نخليه يرتاح، راح نخليها تبات حتى الغدوه من داك عاد كينا نبداو نستعملوها. هذه هي. وهنا راح دوكا نديرها في الفريجيدير نغطيه ونخليه يرتاح. وهنا العجينه واش نحتاجو، هنا من الاحسن تعبروا بالكاس تاع الاتاي، انا هنايا لاباط تزايدت لي، من الاحسن ديروا 4 كيلات تاع الفرينه، انا هنا درت زوج كي زعما كيلات بهاد الغرفيه تاع الفلون، درت 2 كيلات، هي من الاحسن انا ديروا كيله واحده ولا 4 كيلات
نتاع كيسان تاع الاتاي. هذه هي. وهنا راح ندير رشه نتاع الملح، نحتاج فيها رشه تاع ملح، نحتاج فيها لافاني، ونحتاج فيها ملون ابيض. غندير هنايا لافاني، درت ملون ابيض، وراح ندير هنايا نص كيلو نتاع السمن، يعني السمن ولا زبده التوريق اللي نحتاجو فيها. وهنا عندي المزهر، المزهر ديرو غير بالعقل. هنا راح نبسسها شويه بيديا غير بالاصابع، ونلمها بالمزهر. هنا ما تقووش بزاف، يعني العجينه ما تجيناش طالقه روحها، وما تجيناش يعني نحتاجوها يابسه، يعني تكون شاده روحها. هذه يعني المزهر نديرو غير بالعقل، غير بشويه. هنا راح نلمها غير بالعقل، ما نقووش بزاف، يعني نحتاجوها تكون يابسه. هنا شوفوا بعد ما لميتها، يعني اني غادي ندلكها غير شويه باش تشد روحها، ونخلوها ترتاح، يعني نغطيوها ونخلوها كذلك ترتاح حتى الغدوه من داك. انا شوفوا شغل ما هي طريه، ما هي يابسه بزاف، يعني نقدروا نتحكموا فيها. وحنا راح نحلوها يعني يعني راح نحلوها بالمايزينا، من نحلوها بالحله نحلوها بالمايزينا. وهنا خليتها ترتاح، وهنا راح نصنعوا الشربات تاعنا. هنا عندي 2 كيسان ونص تاع السكر، يعني الشربتين كذلك نحتاجوها تكون بارده ما تكونش سخونه. وهنا عندنا 3 كيسان نتاع الماء، يعني 2 كيسان ونص في 3 كيسان نتاع الماء، مع نديرو فيها الليم، نخلطو مليح مليح ونديروها على النار تكون متوسطه حتى نشوفوا غلات لنا، نحسبوا حوالي ربع ساعه، ونطفيو عليها ونخلوها تبرد. هذه هي، هذا مكان. وهنا شوفوا هنا شكلنا الحبات، شوفوا كيفاش تجينا، يعني حليتها بالمايزينا كما قلت لكم، ورايحه هنايا نشكلها بهذه الطريقه. هنا راح نعبس غير بالعقل غير بشويه، يعني قد ما الحبه هكا تشد روحها. كما راكم تعرفوا الحشو انا دايرين فيه الخماره، يعني راح يطلع عندنا شويه. هذه هي. هنا راح نسقدها، نسقد هذه الحبه طارت لي. هنا راح نسقد، نقعد نسقد فيها ان شاء الله يكون كل شيء واضح، يعني نسيت نوضح لكم كلش، وصدقوني ما تديش معنا الوقت. وانا هنا قطعت لي هنايا 40 حبه، يعني رطل تاع كاوكاو قطع لي 40 حبه نتاع حلوه الزيريه، يعني تقطع لك كميه مليحه لاباس بها، يعني مليحه بزاف المناسبات، مليحه بزاف الاعياد. كما تعرفوا العيد ما باقيلوش بزاف. هذه هي. راح نسقط كامل الحبات تاوعي. هنا يدي راهي شويه تتلاصق، كما راكم تشوفوا يدي راهي معسله راهي تتلاصق. نسي كامل نسقطهم. ان شاء الله الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هذه هي حباباتي، هنا راح نسقط كامل. وانا راح نجيب اي بوشون انا نشكلها بهذه الطريقه. شفتوا كيفاش شكلتها؟ حندير معكم الحبه، يعني نديرو على الراس هذاك تاع البوشون، ونبداو نشكلو في الحبه تاعنا. يعني سهله ما تديش وقت بزاف، وليه ليه راح نشكلها كامل كيما هكا. شفتوا كيفاش شكلتها؟ يعني سهله غير بالبوشون. وهنا راح ندير هنايا بياض البيض، وراح نحط فيه هذيك الحبه تاع اللوز نحطوها في الوسط، يعني كتزيين. نحطو حبه تاع اللوز تاعنا، ونديروه هنايا بالبانسو، يعني برك بالبانسو هكا حاجه خفيفه برك من الفوقه. بياض البيض غير برك نمسحو غير مسحه، يعني ما نديروش بياض البيض من الفوق، غير هكا مسحات هكا باش تعطينا هذاك اللون الذهبي تاعها، يعني اللي يجي من الفوق. يعني كيما نقولوا الكوشه هنايا نكونوا حميناها ب 180 درجه، نكونوا سخنا الكوشه تاعنا، خلوها طيب من تحت. نشوفوها حمارت لنا، يعني من الفوق حمارت شويه هكا في الحواشي، نطفيو من تحت ونشعلو من الفوق ونعسوها، لانه ليه طيب لنا من الفوق، ليه تحمر، يعني ما نروحوش نخلوها باسكو تمتم تحمر لنا. وهنا فوالا راني درت كامل الحبه تاوعي تاع اللوز، وراح نديرها الطيب.
هنا انني نغمس في البيض ونحط في الحبه تاع اللوز. الحبه تاع اللوز شويه كبيره، يعني منطق نقسمها منطق مي معليش كوميم درتها من الفوق جات شابه. انا نديرو بيض الورد فيه كشغل تلصقنا هذيك الحبه تاعنا تاع اللوز كيفاش تلصق باش تعطينا هذيك الاحمرار الشباب. انا هذه ما عجبتنيش راح نرميها، نحطها شويه جاتني حبه تاع اللوز عوجه. فوالا هاد الطريقه شوفوا كيفاش جاوبنا الحبات، شفتوا كيفاش شكلناهم. وهنايا راح نديرو في ديك الشربات البارده راح نديرو كاس نتاع حسل ونخلطوه مليح، يعني شربت راها بارده والحسل راه بارد. وانا هايلوك التشكيله تاعنا تاع التزيريات شوفوا كيفاش شكلناهم. ونديرو من الفوق الحبه تاعنا تاع اللوز وندهلو برك هكا بالبانسو، يعني الرشات تاع البيض. وهنا شوفوا بعد ما طابت لي هنا كنا تقبناها يعني من تحت وشربناها يعني نتقبوها من تحت باش تشرب لنا غايه هذيك الشربات. وهنا شوفوا هنا بعد ما شربتها راح نخليها ترتاح، وبعد كينا غدوه من داك هنا راح ندير لها تحسيله، يعني تحسيله الزوجه كاين اللي يحب يزيدها وكاين اللي يحب ما يزيدهاش. انا هنا بغيت ندير لها تحسيله برك بالحسل عادي، كنت سخنت الحسل تاعي سخنته مليح مليح. وهنا راح نعاود لهم التحسيله الزوجه باش يعطينا هذيك لابغيون هذيك تاع التزيريه تاعنا هنايا. وبعد هنا ما عسلتهم خليتهم يقطروا شويه، جبت هكا واحد هكا نص كاس هكا تاع حسل خلطتها مع الاخر كيسموها نسيت اسمه ولا نسيت اسمها جلوكوز. درت هنايا مغرف صغيره نتاع جلوكوز مع شويه نتاع حسل خلطتهم غايه ذوبتهم ودرتهم هكا من الفوق بالبانسو، يعني باش يعطينا هذاك لابغيون كيما تشوفوا هذا البريون هذا، يعني كيفاش خلط الحسل كيفاش هذاك الجلوكوز يعني ما يبسناش ما يجيناش يابس، يعني يقعد لنا كيما هكا طري ويجي هكا هذيك القوام تاعها يجينا شباب. وفوالا هذه هي.